لو عايز الناس تحبك لازم ربنا يحبك، لأن ربنا لو حبك هيحبب فيك خلقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال له: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل. ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فلو عايز ربنا يوضع لك القبول في الأرض والناس كلها تحبك لازم ربنا يحبك. طب السؤال هنا: إزاي أخلي ربنا يحبني؟ صلى على النبي وهقول لك. لازم في الاول تحب ربنا، وده عن طريق انك تعرف بيأمرك بايه وبينهاك عن ايه وبيوصيك بايه، وكل ده هتعرفه لما تمسك المصحف وتبدا تقرا فيه وتستشعر وانت بتقرا في المصحف ان ربنا عز وجل بيوجه لك الكلام ده ليك انت بس. ده غير انك تحاول تلتزم في الصلاه. ما تستعجلش الموضوع ده لان الموضوع ده بياخد وقت، وواحده واحده هتلاقي علاقتك بربنا اتطورت والحياه بقت احلى. بس ما تنساش تبعد عن الحاجات اللي ربنا عز وجل نهاك عنها. ولما ربنا يحبك هتلاقي ربنا معاك في كل شيء. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله تعالى يقول: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فلو قربت من ربنا ربنا هيحل حياتك كلها، ولو بعدت عن الحاجات اللي نهاك عنها ربنا هيوفقك في كل شيء في حياتك. فلو عايز ربنا يحبك حب ربنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، لأن الدال على خير كفاعله، والدين نصيحة. سلام.